في وقت معظمنا مشغول من شغل لشغل، من اجتماع للتاني، قعدة مع العيلة، ويكند مع الصحاب، كل ده بيخلي حياتنا مشغولة، قعدتنا كتير، مشينا قليل. فإيه اللي هيحصل لو خصصنا وقت مشينا فيه 10,000 خطوة يوميا؟ إيه اللي هيحصل لجسمنا؟ لو فكرت تمشي كل يوم شوية بعد الظهر في الشمس وبقى روتين بالنسبة ليك، هيحسن من مزاجك وهيقلل من القلق والضغط. ليه؟ لأن المشي خاصة بشكل سريع بيحفز من إفراز الإندورفين، وهو هرمون بيساعد على تقليل الألم والشعور بالراحة. في نفس الوقت هيقلل من إفراز هرمون التوتر اللي هو كورتيزول. فمع الوقت حاول تزود خطوات المشي بشكل يومي، جسمك هيبدأ يتكيف ويزيد قدرته إنه يمشي أكتر. المشي تحسه شيء بسيط، لكن في الحقيقة بيطلب جهد في تنسيق بين عشرات العضلات في الساقين والجذع والظهر. وعشان جسمك بيطلب طاقة أثناء المشي، ده بيساعد على تشكيل الأوعية الدموية من جديد عشان تقدر تزود عضلات جسمك بالأكسجين، وبكده قلبك هيكون أكتر كفاءة في ضخ الدم. بعد شهور كل التغييرات دي هتساعدك على خفض ضغط الدم، وخطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية هتقل. تعالوا نعرف كمان إيه اللي بيحصل للعظام بسبب حمل وزن الجسم وقت المشي. وقت المشي وزن الجسم بيكون ضاغط على العظام بشكل بسيط. الضغط ده بيحفز امتصاص الكالسيوم والمعادن، فبيخلي العظام أقوى. عشان كده لو خليت المشي روتين هتحافظ على كثافة عظامك اللي هي أصلا بتقل كل ما بتكبر في السن. أكيد في يوم نزلت أبلكيشن عشان تعرف أنت بتمشي قد إيه طول اليوم، وأكيد إن الهدف اللي كان حاطه ليك الأبلكيشن حوالي 10,000 خطوة. أكيد ال10,000 خطوة لو عملتهم بشكل يومي هيكون شيء مثالي، لكن الدراسات بتقول إن الزيادة في عدد الخطوات من وقت للتاني هي الأهم. ممكن تبدأ بأي عدد من الخطوات اللي تقدر عليها وتزود مع الوقت. كمان الدراسات أثبتت إن اللي بيعيشوا في حياة فيها عادة المشي، زي مثلا الشغل قريب منهم فبيمشوا ليه، حاجات البيت بيمشوا ليه عشان يشتروها، عشان يقابلوا صحابهم بيمشوا ليهم، كل ده بيزيد من صحتك الجسدية والنفسية كل ما يقل اعتمادك على عربيتك. دراسة تانية اعتمدت على كبار السن في هونج كونج أظهرت إن نفس النتيجة في إن اللي بيعيشوا في أحياء قابلة للمشي شعورهم بالوحدة بيقل، عندهم رضا أكبر عن حياتهم مقارنة بالناس اللي بتعيش في مناطق فيها اعتماد أكبر على العربيات. السؤال بقى، طالما المشي صح كده ليه الناس مش بتمشي؟ السبب الرئيسي إن معظم الأماكن مش مخصصة للمشي، معظم المدن اتبنت عشان تناسب حركة العربيات، فهتلاقي دايما إن الكباري والطرق السريعة ليها أولوية على حساب الحدائق العامة ومناطق المشي. ده غير أسلوب حياتنا كتير وخلانا نعتمد أكتر ونفكر دايما في العربيات. طيب إيه الدليل؟ الدليل إن في 2013 افتتحت مدينة فانكوفر طريق حولت فيه مسار طوله حوالي 2 كيلومتر لمساحة مخصصة للمشي وركوب العجل. ونتيجة الدراسة بعد ما ظهر المسار الجديد ده إن السكان القريبين منه مارسوا نشاط بدني أكتر وقللوا من استخدام العربيات بنسبة 23%. فالطبيعة حوالينا أوقات بتجبرنا على التغيير حتى لو بنسبة. في النهاية لو مش بتنزل جيم، ارجع شغل ابلكيشن المشي وحاول تمشي شوية كل يوم وزود خطوات من فترة للتانية.